النهارده شفنا كابتننا الكبير كابتن رضا عبد العال مع فناننا الجميل رامز، وكان يعني يوم يعني زي ما بقول كانت صعبه على كابتن رضا النهارده، هو بيتفرج على نفسه والامور اللي بتحصل دي. طبعا مقلب مش لاول مره بيحصل طبعا عند نجوم كتير، لكن كان لذيذ النهارده كابتن رضا الحقيقه. كابتن رضا تحياتي ليك. حبيبي يا روح، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام زي الفل. كنت معاك واحنا بنتفرج على المقلب. حلو. جايين تعبانين. رامز جميل الحقيقه، انا بحييه جدا، شخصيه جميله وبيعرف يتعامل مع كل النجوم. يعني حقيقه انت بتستحلفه هنا ولا هي بس يعني هي المقدمه بتاعته بس اللي بتبقى جارحه واحنا ما بنسمعهاش. واخد بالك؟ هي ناس كتير تقول لك عرف ما عرفش، يعرف ما يعرفش، كل الكلام ده ما يهمناش. بس هو لازم يعني انا بكلم بمنتهى الامانه يعني، لان احنا ما بنسمعش المقدمه اللي هو بيقولها عننا يعني. انت ما بتسمعش اكيد؟ لا وكله الضيوف يعني. وانت مش هنتكلم في عارف عشان بتحذروا قبلها. مش هنتكلم في الموضوع ده كتير يعني، مش هنخوض فيه لان احنا عندنا حاجات اهم. بس اهم حاجه ان احنا في رمضان ده ادخلنا البهجه على صحيح. الناس كلها مبسوطه، وده اهم حاجه، رد الفعل ان الناس كلها مبسوطه. هي طبعا مش مبسوطه من شويه الكلام اللي في الاول، انما كرد فعل والكلام ده الحمد لله الحلقه حققت نجاح جميل كبير يعني. طب وانت بتعمل فيك المقلب يا كابتن، بعد ما تعمل فيك بتقول في ناس كده فرحانه فيا عارفهم، تبقى حاسس ان في ناس مبسوطه ان حصل فيك اكيد. بص اصل مش كله بيحبك ومش كله بيكرهك. بس هي الحلقه طلعت دمها خفيف. دي اهم حاجه يعني. الحمد لله الناس كلها بتقول لك من اول رمضان لغايه دلوقتي يمكن من اعلى الحلقات اللي هي فيها خفه دم. على فكره هم شالوا منها حاجات كتيره يعني كمان. كان في افيهات كتيره، وفي تعبان انا مسكته بجد. واخد بالك يعني في حاجات، بس طبعا عشان وقت الحلقه والكلام ده فهم عشان بقى نخش بقى في الحاجات التانية خلاص. طيب. بقى عشان نخش انا كنت بس عايز كل سنه والشعب المصري طيب. وهقول لك على حاجه كمان يعني لو عايزني 100 مره هروح 100 مره. اعرف ما اعرفش ما حدش له فيه. تمام. لان كل اللي بينتقدك نفسه يروح. واخد بالك يعني عشان نبقى واضحين وصراحه. كلهم عايزين يبقوا. طب انتوا بتتابعوا ليه؟ برنامج مشهور، برنامج يعني انتوا مثلا بتتابعوا وتقطعوا. طب بتتفرجوا ليه؟ الا اذا كان البرنامج ناجح. في حاجات بتبقى خارجه بس الناس بتحب الاكشنات مع ردود الافعال مع الافيهات، فالناس بتحبه عشان كده يعني. وهو رامز الصراحه بقى له سنين طويله يعني البرنامج ناجح وبيجيب ناجحين زي حضرتك كابتن في مجالاته. وهقول لحضرتك على حاجه كبيره يعني. يعني انت دلوقتي عشان تعلي البرنامج لازم هتجيب احسن ناس في البرنامج. صحيح. واخد بال حضرتك؟ فده مش عيب. وطالما ان هو محافظ على مكانته كله بيجي وكله عايز يجي. طبعا. واخد بالك؟ طبعا. انا كنت بس خايف عليك تقع بس كويس انت ما هي دي بس كويس انت ما جيتش في المكنه دي اللي هي ده كويس. انت كنت فنان محمد والله فؤاد. دي اكتر يا عيني والله. انت بتطلع فوق بتشوف اللي تحت قد كده. قد صباعك بالظبط. انا بس بخاف عليك عشان العمليه، انت لو كنت دخلت دي تقعد تتخبط. ما دي عشان العمليه. بس دي فيها رعب برضو كفايه ان انت قاعد في الدور ال20 وبتبص على الناس، وبعدين قاعد على كرسي قدر الحديده دي اتكسرت اتقطمت. ايه اللي هيبقى انت وربنا بقى. طب ليه لما سالك على موسيماني انت مصمم على رايك؟ ودي حاجه انا بحترمها فيك الحقيقه، دائما عندك وجهه نظر ومصمم على الراي ووجهه نظر الفنيه، وده اللي احنا بنتكلم فيه دايما، ان كابتن رضا عنده وجهه نظر فنيه حتى لو هي يعني انا بقالي 3 سنين بقول ما عندوش فكره، وانا قلت ممكن تغير وهاجي ساعه الموت اللي انت اصلا لو مت بجد يبقى انت داخل صح. هتتحاسب. يعني ما انت هتنافق بقى وانت هتموت. لا